السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة بقى هعمل لكم ايه؟ صينية بطاطس مختلفة بطريقة حلوة جدا. هعملها ازاي بقى؟ تابعوا الفيديو بتاعي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة بقى، الدنيا بقت غالية قوي وما احناش عارفين نعمل ايه. انا جبت فرخة، اتعورت في فرخة جبتها ب 140 جنيه مرة، واللحمة بقت معرفش ب 220 جنيه، والدنيا بقت ايه حلوة على الاخر. فاحنا النهارده بقى ان شاء الله هنعمل حاجه كده حلوه بسيطه مع بعض. ده نص كيلو لحمه مفرومه، هحط عليه كيس من بهارات البرجر، بهارات برجر يا جماعه، ايوه، بهارات البرجر دي هتخليها حلوه جدا، وشويه فلفل اسمر بس لا اكتر ولا اقل. تمام. لا هحط بقى ملح ولا بهارات تانية ولا اي حاجه. نخلط بقى الكفته بتاعتنا مع البهارات حلوه قوي، او اللحمه بتاعتنا مع البهارات حلوه قوي. بص يا جماعه هتطلع تحفه من الاخر. احنا بقى دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده عايزين نوفر، وفي نفس الوقت برضو ولادنا محتاجين بروتين. فدي بقى طريقة حلوة جدا، وبجد يا جماعة طلعت حلوة قوي قوي قوي. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بقى نبدأ نخلط فيها كده حلو قوي. ايه رأيكم بقى؟ بعد ما خلطناها كده بقى اقول لكم نعمل ايه تاني. انا بوريها لكم، هي بقت حتة واحدة، بصوا عاملة ازاي. بجد يا جماعة حاجة بقى ايه خرافة، جميلة جدا. بعد كده بقى هنركنها على جنب كده، ونروح نغسل ايدينا ونجيب بقية مكوناتنا ونشوف هنعمل ايه. جبت الطاجن بتاعي كده ورحت نازله فيه بصلتين. نجيب بصلتين حلوين كده امامير، ونروح مقطعينهم طرنشات، ونحط عليهم بقى شويه بهارات لحمه، وشويه فلفل اسمر وحبه ملح صغيرين. مش هنكتر الملح خالص لان بهارات البرجر فيها ملح، فهم حبه ملح صغيرين يا جماعه، وحبه بهارات لحمه وفلفل اسمر. ودول بقى كام فص توم كده، يعني دول حوالي فصين توم او ثلاثة بالكثير، مش متذكرة اوي، بس هما اتنين او ثلاثة ما تكتروش. واحط عليهم بقى ايه فصين توم الحلوين دول كده. وابدا ان انا بعد كده، بصوا البتاعة بس كانت معصلجة معايا لان فص التوم كان كبير، بس على مين ولا يهمني اهو. بس يا جماعة نفسي تجربوا الطريقة دي، بجد حلوة جدا واقتصادية وموفرة وطعمها حكاية، بجد بجد والله حكاية. جربوها مش هتندموا. كده بقى حطيت البهارات بتاعتي اللي هي بهارات اللحمة مع الفلفل الأسمر، مع شوية ملح صغيرين جدا، مع البصلتين بتوعي، مع فصين التوم. ونبدأ بقى نخلط المكونات دي كلها كده، ندخل الحاجات دي كلها في قلب بعضها كده، ندعك كده كويس. انا ايدي نضيفة يا جماعة، وغسلاها، وانا في بيتي وبعمل اكل لولادي، عشان محدش يقول انت مش لابسة جوانتي ليه. ماشي، انا في بيتي، واحنا كلنا طبعا بنبقى في بيوتنا بنستخدم، يعني بتستخدمي ايديكي عادي، وفي نفس الوقت ما فيش حد فينا يبقى حريص على نظافة اكلنا وحاجتنا اكتر مننا. بصوا بقى هبدأ ان انا احط البطاطس بتاعتي اهي كده. جبت بقى بصلتين امامير كده. ايه رأيكم؟ انا قلت ايه بصراحة، قاعدة قلت هعمل صينية كفتة وهعمل مكرونة. قلت الواحد زي احنا عايزين نغمس كده، يعني عارف يا جماعة اما تبقوا مشتاقين للعيش كده وعايزين تغمسوا، قلنا بقى نغمس. قلت والله ولا يهمني. قعدت افكر افكر افكر، قلت اعمل ايه؟ طاجن البطاطس ده كده. دلوقتي حطيت البطاطس بتاعتي وخلطتهم كلهم في بعض كده، زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه. بعد كده بقى دول حبايتين طماطم بالعدد، هبدأ ان انا ارصهم على وش البطاطس كده. ايه رأيكم بقى؟ بصوا يا جماعة بجد موفرة جدا، طعمها حلو جدا. عارفة انتوا بقى بتاكلوا ايه؟ برجر، وتحسي ان البطاطس تحسي انها مشوية مع مع طعم الطماطم مع الفلفل مع الحاجات دي كلها. بجد يا جماعة كانت حلوة جدا جدا جدا. وممكن بقى تقدمي معاها رز ابيض، تعملي تاكليها بعيش، اللي انت عايزاه. وده بقى كده قرن فلفل، بس هو ما كانش حامي، كان حلو يعني. حطيته على وشها كده. هبدأ بقى اعمل ايه في اللحمة بتاعتي، اوريكم بقى احنا هنعمل ايه. هجيب بقى اللحمة بتاعتي كده وابدأ ان انا اعملها دوريات زي دوريات البرجر. بصوا يا جماعة هي حلوة جدا، انا عملتها بخلطة البرجر وعملتها دوريات زي البرجر. فتحسي فعلا انك بتاكلي برجر بس بطريقة جميلة جدا وبطريقة مختلفة وحلوة قوي قوي. وطلع مشوي كده وطعمه حكاية. ايه رأيكم بقى في الوصفة ديت؟ جربوها مش هتندموا. هتقولي لي تسلم ايدك يا ام عبد الرحمن عليها. متنسوش يا جماعة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقناتي مش هتكبر الا بيكم، وانتوا بتنوروني وبتفرحوني لما الاقيكم بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. بصوا بقى يا جماعة ابدأ ان انا ارص الوحدات اللي انا عملتها بتاعت البرجر كده. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ وصفة بجد يا جماعة من الاخر حلوة جدا. كده خلصت البرجر بتاعي كله زي ما انتوا شايفينه كده. وابدأ بقى اجيب طماطمية تاني اقطعها طرنشات واحطها على وشها.
يعني انا كده عملت 3 طماطمات بس، واحده 2 حطيتهم على البطاطس والتالتة حطيتها على وش البرجر. حلوه حلوه، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. في حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها، لو انتم حابين تعملوها من غير سمنه خالص اعملوها كده، بس انا قلت احط لها حته سمنه. برضو السمنه هتخلي طعمها احلى، يعني هي كده حلوه وجميله وكل حاجه، بس السمنه هتخلي طعمها احلى، تحسي ان بقى فيها ايه روح اكتر كده. بس هي كمان الدنيا ساقعه بقى، معلقه السمنه مجرمزه معايا كده، فبدات بصي وزعتها كده، يعني انت توزعي السمنه بالشكل دوت. وبجيب بقى شويه ميه كده وانزل من الجنب، ما احطهمش على وشهم، ما ارشهمش من على الوش عشان ما ياخدوش التوابل اللي معايا كلها وايه وينزلوا في القاع. انا حطيتهم من على الجنب كده، وابدا اغطيهم بقى بورق الفويل وادخلهم الفرن لمده ساعه. انا حطيتها بقى في الفرن فين؟ مش على الشبكه، حطيتها تحت في ارضيه الفرن، تمام، لمدة ساعة بس. وبعد ساعة بفتحها لقيتها مستوية وزي الفل، رحت نقلها على الشبكة فوق، ما كملتش معايا على الشبكة 5 دقايق ولقيتها احمرت وبقت في منتهى الجمال. وصفة سهلة وبسيطة، ما كلفتناش كتير، حاجة على قد ايدينا، حلوة جدا جدا. يا رب يا رب تعجبكم، نفسي تجربوها. انتوا عارفين الدنيا غالية ازاي، فاحنا بنحاول نوفر وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا من حاجة. يا ريت بقى تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.